رجعت لكم تاني في فيديو جديد. يلا نقول بسم الله واللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا ما تنسوش اللايك وكومنت حلو كده، وتعالوا نشوف وصفة النهاردة. وصفة غدا سهلة وسريعة جدا جدا. هنعمل النهاردة الفراخ المشوية بطريقة بسيطة، بالمكونات كلها موجودة في البيت، ومش هتاخد معايا بالظبط اكتر من نص ساعة. سهلة وسريعة ومنجزة. معايا هنا الفرخة بتاعتي، ممكن تقدري تعمليها على وراك بس، على صدوره بس زي ما انت حابة. معايا هنا بصلتين كبار، ومعايا 3 من الطماطم كبار، ومعايا قرن فلفل او قرنين من الفلفل السبايسي لو حابة تستغني عنهم مفيش مشكلة. البهارات اللي انا هستخدمها بس مفيش اكتر من كده: الملح والفلفل الاسمر ومعلقة كبيرة من البابريكا. هنا بقى بالهاند بلندر بتاعي، وهبدأ ان انا اضرب كل المكونات بتاعتي دي. لو مفيش هاند بلندر ممكن تعمليها في الكبة او في الخلاط. اهم حاجة يبقى الخلطة بتاعتي تبقى ناعمة جدا عشان الفراخ تقدر انها تتشربها بسهولة. طبعا زي ما احنا متعودنا الفراخ لازم تقعد اطول فترة ممكنة من التتبيلة. فانت لو عندك عزومة او عندك مشوار، او انت كنتي يعني بتحضريها، يفضل طبعا انها تبقى قبليها بيوم وليلة يعني. غير كده اقل حاجة ممكن تسيبيها ساعة في التتبيلة دي. عايزه اقولك ريحه التتبيله بجد حلوه جدا جدا. سهله زي ما قلتلك، ما فيهاش اي اختراعات، وكل ما تسيبيها في التتبيله كل ما هتبقى احلى واحلى. كده انا خلطت الكميه بتاعتي كلها، وبعد كده هبدا بقى ان انا حطيت كمان يعني ليمونه سليمه زي ما هي، ممكن تستغني عنها وتحطي معلقه خل كبيره برضو بيسرع من سوى الفراخ بتاعتي. خلاص كده انا خلصت الكميه بتاعتي كلها، او خلصت التتبيله بتاعتي كلها. هبدا بقى ان انا اتبل بيها الفراخ بتاعتي. طبعا بعد ما نقعتها في ميه وملح لمده نص ساعه، وغسلتها كويس جدا من الماده اللزجه اللي بتبقى فيها، هبدا بقى ان انا احطها في التتبيله بتاعتي. جبت الفرخه بتاعتي كده، انا غسلتها الاول بالسكينه، وبعد كده هبدا ان انا اتبلها من فوق الجلد ومن تحت الجلد، واسيبها في التتبيله دي لمده ساعه بالظبط. زي ما قلت لك تقدري تعمليها بفراخ كامله او بوراك بس، صدور بس، زي ما انت حابه. كل ما تقعد معاكي في التتبيله كل ما هتبقى احلى بكتير جدا. هحط الكميه بتاعتي كلها، التتبيله كلها بتاعتي من جوه، وهحط في البطن برضو من جوه بتاعه الفرخه، وهبدا ان انا اغطيها بورق فويل، او هسيبها كده في التلاجة لمده ساعه بالظبط. كده انا خلصت التتبيله بتاعتي كلها. كل الزيادات دي انا ممكن استغنى عنها بس لما الفراخ بتاعتي تشرب كل اللي يكفيها يعني من الاخر. بس كده هسيبها بقى لمده ساعه بالظبط في التتبيله. هبدأ كده ان انا اعمل شرط كبيرة برضو عشان تشرب معايا التتبيلة كلها، في الورك وفي الصدر وفي كل حتة كده. ابدأ ان انا اعمل شرط بالسكينة في كل حتة عشان تبقى شاربة من التتبيلة بتاعتي، وتبقى طعمها جوسي كده وحلوة ما تنشفش معايا. بس كده بقى خلاص. هبدأ ان انا اسيبها ساعة بالظبط في التتبيلة، ونرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها ورق فويل، ورق زبده، تقدري ما تحطيش برضو. وجبت الكيس الحراري بتاعي. الكيس الحراري ده هيخلي لو الفرخه بتاعتك هتقعد ساعه، لا هتخليها تقعد بس نص ساعه بالظبط في الفرن. وكانت معايا استوت وخدت اللون اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده. بس كده هحطها بقى في الكيس الحراري بتاعي بتتبيلتها اللي اكتفت بيها زي ما هي. طبعا سبتها ساعة في الفرن، وهبدأ ان انا هقفل الكيس حلو قوي عليها، وهبدأ ان انا انغز الكيس بس بضرف سكينة كده 3-4 شرط بساط جدا، عشان تقدر ان الفرخة بتاعتي تتنفس وتطلع البخار اللي جواها. هبدأ ان انا احطها في الفرن حوالي نص ساعة بالظبط، لغايه لما احس انها كده بدات انها تستوي وتاخد اللون بتاعها. وبعد كده هبدا ان انا افتح الكيس وهخليها تاخد لون بسيط تحت الشوايه، ومش هحتاج اكتر من كده. دخلها بقى معايا الفرن، ونشوف بعد كده الخطوه اللي جايه هنعمل جنبها او هيطلع شكلها ايه، وهنعمل جنبها ايه.
كده ده خلاص بقى بعد الشكل النهائي بتاع الفرخة بتاعتي. عايزة اقول لكم جوسي جدا وطعمها حلو قوي قوي بجد. كان ريحتها حلوة والتتبيلة بتاعتها سهلة، ما خدتش معايا وقت خالص. عملنا جنبها صينية رز المعمر اللي ما نستغناش عنها في اي وجبة غدا. وعملنا جنبيها شوية شوربة ملوخية، وده كان غدانا. بس النهاردة كنت تقدري تعملي الفراخ بس جنبيها شوية مخلل او شوية سلطة طحينة، مش هتحتاجي برضو اكتر من كده. ده كان غدانا النهاردة. يا رب تكون وصفة النهاردة عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية كتير جديدة. وما تنسوش طبعا اللايك والشير، واشوفكم على خير وباي باي.